فيديو النهاردة مهم جدا، هنتكلم عن تريكات وحركات بسيطة هتخلي المحشي بتاعك مظبوط. لو انت من الناس اللي المحشي دايما بيستوي من الاحراف ومن النص بيكون ني وكمان بيعجن معاك، هنتكلم النهاردة عن تريكات بسيطة هتودي المحشي بتاعك في حتة تانية خالص، وازاي يكون المحشي مستوي ومفلفل وكمان الرز بتاعه مش معجن والحلة كلها سواها واحد. ما شاء الله جميل جدا بطريقة بسيطة وتريكات بسيطة. أتمنى تكملوا معايا الفيديو للآخر. ولو أول مرة تدخلوا عندي على القناة أتمنى تنورونا بالاشتراك في القناة وكمان تفعلوا الجرس على الكل علشان الكل يستفاد. بصراحة طريقة ممتازة جدا ومش هتندموا عليها، وكمان ازاي يكون صابع المحشي معاكي مظبوط جدا وكمان تسويته مظبوطة. لو انت لسه مبتدئة او لو انت لسه بتدخلي المطبخ ودايما بتفشل معاكي طريقة التسوية، هنتكلم النهاردة عن تريكات بسيطة جدا هتخلي المحشي يستوي معاكي بسرعة السلق. هنسمي الله كده ونصلي على سيدنا محمد زي ما متعودين مع بعض. اول حاجة انا معايا طبعا حلة المحشي بتاعتي، انا لفاها ورصاها علشان اقصر عليكم الفيديو. طبعا كلكم ستات بيوت شطار وامارات وبتعرفوا تلفوا المحشي وبتعملوا الخلطة بتاعته الجميلة. هنتكلم بقى على التريكات اللي بتخلي المحشي يروح معانا في حتة تانية خالص. أول حاجة الرصة بتاعة المحشي، لازم يكون الرصة بتاعة المحشي مظبوطة، يعني ما نرصش المحشي رصة مكتومة، يعني ما نحطش صابع المحشي ونضغط عليه بإيدنا نزنق الصوابع في بعضها. لازم يكون ما بين الصابع والصابع فراغ كده علشان طبعا لما المحشي يستوي بتضاعف حجم الرز اللي موجود في صابع المحشي وياخد راحته وما يكونش مكتوم. تاني حاجة ان احنا نرص المحشي رصة متساوية، يعني ما نخليش جنب الحل عالي وجنبه واطي او من نص واطي، نبص نلاقي الحلة معانا اتكتمت او استوت من مكان ومكان لا. اول حاجه معانا الشوربه بتاعتي، الشوربه دي هنضيف عليها ايه؟ معايا معلقتين من صلصه بتاعه المحشي، كمان معايا مكعب مرقه، ومعايا فلفل اسمر، ربع معلقه من السكر. بحطهم على النار لحد ما يغلوا، وبعد ما يغلوا لازم المحشي بتاعي يتسقي بشوربه سخنه. ما ينفعش ان انا اسقيه بشوربه بارده او شوربه ساقعه. كمان ما ينفعش اللي المحشي يكون عندي في التلاجة على الرف اطلعه اقوم حاطاه على طول مباشر على البوتاجاز واقوم سقياه بالشوربه واولع عليه. لازم المحشي يطلع على الرخامه قبلها حوالي بربع ساعه او بعشر دقايق على بال ما ياخد درجه حراره المطبخ ونبدا اللي احنا نسقيه. وكمان لازم إن المحشي ما يكونش متجمد مع بعضه، يعني لازم كمان لما اجي اسقي المحشي بتاعي احط عليه طبق مسطح او صينيه من الاستانلس او الصاج او الالومنيا، بالنسبه ان هي تخلي المحشي بتاعي وقت السقي يكون اسقيه بطريقه مظبوطه. طبعا لو انت ما بتعرفيش تظبطي الايدام بتاع المحشي لازم تعملي الحركه دي، تحطي طبق مسطح من الاستانلس او الالومنيا، طبعا حاجه ضد الكسر، على وش المحشي. واول ما يجي الميه او الشوربه على اول حرف الطبق كده بيكون الإدام مظبوط جدا. وببدأ كده أحرك الحلة شمال ويمين وفي كل الاتجاهات، وزي ما انتم شايفين الشوربة ما بين الصوابع، يعني ما بتغطيش السطر الأول. دوت الإدام المظبوط جدا للمحشي. طبعا أنا عاملة النهاردة محشي خاص وكرنب، ما ينفعش ان انا احط الخس على الوش لان الخس بيكون خفيف وبيهيش. حشيت الخس تحته وحطيت الكرنب على وشه لان ورق الكرنب بيكون تقيل وكمان بيكون راسي على وش الحلة. هبدأ دلوقتي اولع النار على اعلى درجة. طبعا بقف جنب الحلة حوالي 5 دقايق، ما بسيبهاش وبخرج لحد ما تبدأ الحلة معايا تغلي كده وتبقبق من كل الاتجاهات. لو المحشي غلي من النص اعرفي كده ان المحشي بتاعك استوى. لو المحشي مغليش من النص يبقى انت عملتي حاجة غلط، لا اما رصيتي المحشي رصة غلط وكتمتيه في الرصة، لا اما انت حطاه على عين البوتاجاز والعين مش مظبوطة. لازم تكون العين البوتاجاز الحلة مظبوطة عليها، يعني العين مخلية الحلة بتغلي من كل الاتجاهات. ما ينفعش احط الحلة على عين في جنب الحيطة، طبعا في جزء هيغلي وجزء مش هيغلي. واول ما يغلي معايا المحشي ببدأ اهديله النار وبسيبه حوالي 10 دقايق. اول ما الحلة معايا ترتفع كده كلها وتتظبط اعرفي ان المحشي بتاعك خلاص استوى.
لو حصل معاكي غير كده والمحشي استوى من الأحراف ومن النص لأ، اعرفي ان المحشي بتاعك باظ وعمره ما هيستوي. ودي تركات بسيطة جدا بتخلي المحشي بتاعنا في حتة تانية خالص. وفي الوقت ده ممكن تضيف عليه معلقتين من القشطة أو معلقة من السمنة البلدي، بتديله طعم وريحة مقولكوش. كمان بتدي طعم ممتاز وبتخلي صوابع المحشي مفرفطة. اعرف ازاي المحشي بتاعي استوى؟ بجيب المعلقه كده وبغرزها في صابع المحشي لو اتفتح زي ما انتم شايفين، وبطلع حبات الرز مفلفل وزي العسل. عايزه اقول لكم لربع معلقه السكر اللي انا بحطها في الشوربه دي بتودي المحشي في حته تانية خالص. كمان انا ما بضيفش السمنه على وش الحله مباشر، انا بضيف معلقه السمنه في قلب الشوربه، ودي بتخلي المعلقه السمنه بتتوزع على الحلة كلها، وبتخلي ريحة المحشي دي قلب البيت والشارع كله. أتمنى إن انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو واستفدتوا من التركات البسيطة دي. طبعا في بنات كتير لسه مبتدئة دايما بتيجي تسوي المحشي بيبوظ منها، بيجنب منها، بيكون جنب وجنب. وخاصة معظم البنات ما بتعرفش تظبط الحلة، الرصة أو الحاجة معايا رصة المحشي، رصة الحلة تكون متساوية. تاني حاجة معايا ان انا لازم احط الشوربة وتكون الشوربة سخنة، يعني ما ينفعش ان انا احطها باردة. تالت حاجة معايا لازم اقف جنب المحلة اول ما الحلة تغلي، ويكون درجة الحرارة بتاعة المحشي متوزعة في الحلة كلها. يعني ما ينفعش ان انا استخدم حلة ستانلس. احسن حلل في تسوية المحشي هي الحلة الالومنيا، لانها هي بتوزع الحرارة. كمان معايا لو الحلة غليت من النص اعرفي كده ان المحشي بتاعك استوى. وبألف هنا وشفا طبعا لحبايب قلبي.